تخيل يكون حلم حياتك تشتري البورش 911 وتجيبها بعد معاناه، وبعد ما تشتريها تروح تصينها في الحرفيين او تجيب لها قطع غيار صيني. حسيت بنغزه في صدرك مش كده؟ هو ده بالظبط اللي بنحسه لما نعمل لك عمليه الرباط الصليبي وتهمل مرحله التعافي اللي بعد العمليه. مرحله العمليه دي الجزء الصعب بتاعي، مرحله التعافي هي الجزء الصعب بتاعك اللي لازم تلتزم فيه. وفي الريل ده خليني اقول لك اكتر 3 غلطات الناس بتعملها ممكن تاخرنا جدا في التعافي، ما تعملهمش. الغلطه الاولى انك تحط حاجه تحت ركبتك عشان تريحها، دي غلطه كبيره. الوضع ده انت فعلا بتحس ان هو مريحك لكنه بيمنع الركبه انها تتفرد كويس، والفرد مهم جدا عشان تعرف تمشي كويس بعد كده. المفروض من اول يوم رجلك تبقى مفروده تماما وتحط حاجه تحت كعب رجليك مش تحت ركبتك، عشان بالشكل ده رجلك هتفضل مفروده على الاخر، وده هيسهل عليك جدا بعد كده حتى لو وجعك شويه في الاول. الغلطه الثانيه انك تستنى العلاج الطبيعي عشان تبدا تمارين التعافي، ودي غلطه كبيره جدا في التوقيت. العلاج الطبيعي مهم جدا بس لازم البدايه تكون عندك من اول يوم بعد العمليه. لازم تبدا التمارين البسيطه اللي الدكتور قال لك عليها عشان تبدا تستعيد مدى الحركه وتنشط العضلات، وده هيسرع رحله التعافي بتاعتك. الغلطه الثالثه هي الاستهانه بالادويه، بالذات ادويه السيوله لو الدكتور قال لك لازم تلتزم بيه. ويمكن استهوان الناس في النقطه دي عشان فاكرين ان منظار الرباط الصليبي ملوش خطوره جلطات، بس للاسف ده بيحصل. عشان كده لازم تاخد بالك من ادويه السيوله وتمارين الرجل اللي الدكتور قال لك عليها. خلاصه من ال3 غلطات دول انك تتعلم ما تستسهلش وما تكسلش وما تطنش، وما تخليش تعبك كله وتعبنا يروح على الفاضي، عشان نجاح العمليه مش مقتصر على العمليه وبس، انت كمان جزء كبير منه. فما تنساش تمنشن صاحبك اللي لسه عامل عمليه او اللي عمليته قريب، ودمت دايما في حركه وصحه.